ما تيجوا النهاردة نعمل فطار مميز جدا وفاخر كده من الآخر. هنعمل النهاردة فطيرة الكوفية. عايزة أقول لكم كده حاجة بتجمع بين الكرواسون الفاخر وبين البريوش الهش. حاجة في غاية اللذاذة، سهلة سهولة، مفيش بعد كده. مكوناتها موجودة، في البيت مش هتضطري ان انت تخرجي وتجيبي حاجة من بره او حاجة جديدة او حاجة مفتكسة يعني. سهلة جدا، وتابعوا معايا الفيديو للآخر ان شاء الله تستفادوا منه كتير. اهم حاجة ندعم الفيديو بلايك علشان نرفعه، وطبعا هنشير على قد ما نقدر لاصحابنا وحبايبنا. وطبعا ما تنسيش يا قمر تشتركي في القناة وتفعلي الزر الجرس على الكل علشان تتفرجي على كل الفيديوهات. وتعالوا بقى بينا نسمي الله ونشوف الفطيرة القمر دي اتعملت ازاي. عندي 4 معالق كبار من السكر، عليهم معلقة ونص من الخميرة وتكون المعلقة صغيرة. عليهم كوباية مش كاملة يعني مش مليانة على الآخر لبن دافي، وبضاية بدرجة حرارة الغرفة، ومعايا معلقة من الخل ومعلقة من الزيت. زي ما وعدتكم المكونات موجودة في البيت، وطبعا عايزة اقول لكم موفرة لانها مش هتهدري حاجات كتير. هدوب بقى البضاية في اللبن في السكر في الخميرة بالشكل ده، وهحضر 3 كوبايات من الدقيق، والكوباية التالتة هتبقى ناقصة شوية عشان لو احتجت معلقة او 2 هحط وانا شغالة، ما احتجتش خلاص يعني حسب نوعية الدقيق. هنزل بقى الدقيق معايا نص كوباية في نص كوباية، وهقلب كده بالمضرب لغاية ما الدقيق يدوب يعني يختفي معايا بالشكل ده. واول ما المضرب يقف معايا او يعصلج معايا يعني هستغنى عنه وهبتدي ان انا اعجن بايديا. هعجن بايديا كده لغايه ما الدقيق يختفي. هتحسوا انها ملزقه ومش ماشيه معاكم، هتحطوا معلقه واحده من الدقيق، وهلم برضو الدقيق بالشكل ده. وهنا حطيت المعلقه التانية يعني حسب نوعيه الدقيق بتاعتك. يعني تقريبا انا هنا خدت معايا 3 كوبايات. فاكرين بقى الزبده اللي عملناها مع بعض؟ بصوا بقى الجمال، عايزه اقول لكم بتخلي ريحه المعجنات وطعم الاكل حلوه جدا. لما بتعملي الزبده في البيت بايديكي بتختلف عن الزبده او السمنه اللي بتجيبيها من بره. هثبت لكم يا جماعه لينك الفيديو بتاع الزبده او السمنه اللي احنا عملناها مع بعض في صندوق الوصف علشان اللي متفرجش عليها يخش يتفرج بسرعه عليه. طبعا داخل علينا رمضان، كل سنه وانتم طيبين، ومحتاجين الزبده البلدي دي كتير في اكلاتنا. هعجن بقى كويس جدا كده لغايه ما الزبده تختفي في العجينه. هنا بختبرها، بصوا طول ما العجينه بتتقطع كده يبقى محتاجه عجن. برضو لسه شويه، هعجن فيها 5 دقايق كمان. وكده كانت خلاص نعمت وبقت جاهزه. هنختبرها، بصوا ما اتقطعتش ولا اي حاجه، بقت متماسكه كده. خلاص هسيبها ترتاح لمده 10 دقايق، وهنبتدي بقى على الترابيزه او على الرخامه نقطعها. هقطعها كده 4 اجزاء بالشكل ده، وكل جزء هكوره وهركنه على جنب. وبالمنشبه كده هحاول ان انا افردها على شكل مستطيل. تقدري بقى تحطي اي حشوه انت حباه. انا هنا حطيت جبنه، تقدري تحطي مربى شوكولاته، صدور فراخ، تقدري تحطي بسطرمه، لانشون، زيتون، ميكس جبن اللي انت عاوزاه. انا طبعا عشان فطار فحطيت جبنه اللي متوفر عندك.
طبعا هي لو حطيت لها شوكولاته هتبقى حلوه جدا وهتعجب الاولاد جدا. هقفل بقى كده على الجبنه كويس جدا، وبالسكريبر بتاعي او بسكينه او بسكينه بيتزا اللي متوفر عندك برضو، هتقطعي كده شرايط رفيعه وهتلفيها زي ما انت شفتي كده. هعمل واحده كمان هتتفرد معاكي بكل سهوله، وتقفلي على الحشوه وتبتدي ان انت تقطعي شرايط رفيعه كده، وتبتدي ان انت تلفي على الشرايط بالشكل ده. هترصيها بقى في الصينيه بالشكل ده. عملت طبعا 4 كور، هيعملوا معايا 4 لفات، دي كده الرابعه. عايزه اقول لكم بس اللي انتوا تسيبوها في مكان دافي علشان تخمر بسرعه، لان انا عندي الجو كان ساقعه جدا فعملتها بالليل وقمت الصبح خبزتها. طبعا لو في الصيف مش هتاخد معاكي وقت وهتخمر بسرعه، لكن انا عشان درجه الحراره عندي منخفضه جدا يا جماعه فخدت وقت طويل. بص هحط بقى الرابعه كده بالشكل ده، وهنا بقى لما قمت الصبح لقيتها خمرت بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ريحتها وهي نيه تتاكل كده اكل. بصوا بقى ما كانش عندي بيض ولا لبن علشان ادهن الوش، فاقول لكم بقى على كده ايه فكره نميسه. معلقه من السكر عليها معلقه من الميه، وهتدهني بيها كده اي معجنات عندك. مش حابه اللي انت تدهني لبن او بيض، صفار بيض يعني، تقدري اللي انت تاخدي معلقه من السكر على معلقه من الميه وتدوبيهم كويس جدا وتدهني بيهم وش اي معجنات عندك. هيديكي لون ذهبي تحفه، وطبعا ولا مش هيديكي ريحه ولا اي حاجه زي البيض. بصوا بقى شكلها لما طلع من الفرن، عايزه اقول لكم تحفه، طريه وجميله جدا يا جماعه. هديها بس دهنه من الزبده كده علشان تلمع معايا ويبقى شكلها كمان مغري. بصوا الجمال. هغطيها بقى لمده 5 دقايق كده وهي لسه سخنه علشان تطرى كمان قوي. وهنا بقى كده طلعتها من الصينيه. بصوا بقى يا جماعه مش عايزه اقول لكم ريشه حلوه جدا مع كوبايه شاي او شاي بلبن. نفطر بقى الصبح كده ونفطر ولادنا. تحفه تحفه تحفه، خفيفة وقطنية وطعمها خيال. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. لو الفيديو عجبكم ووصلتي معايا للاخر ادعمي الفيديو بلايك وشيري على قد ما تقدري لحبايبك، وطبعا ما تنسيش تشتركي في القناة عشان تتفرجي على كل الفيديوهات. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة.